يا فخاي، ايه يا ابني؟ مش مواظب ليه على الجلسات الاونلاين بتاعتنا؟ اه مختفي. فينك وفين اراضيك؟ يا ابن الحرام، ما دي مش اراضيك. يا فخاي، انا بحاول اعالج الحوار ده في عيلتكم من ايام جدك الله ومات وما فهمش برضه. دي مش اراضي. لا، ما نرجعش لسفر التكوين، نرجع للجلسه. عايز ترجع ارجع انت لو عايز ترجع، بس بقرا كويس. تقرا السطر وتسيب سطر، او تقرا سطر وتشيل سطر. يا مدلس يا ابن ركز في الجلسه بقى. شيل الاكل وركز معايا في الجلسه. لا ما تخلص ايه الطبق هيجري وراك يوم القيامه؟ انت يوم القيامه مستنيك مصايب سودا على دماغك. شيل يلا الاكل ده وركز معايا. يلا يا فخاي دلوقتي. انا مفيش يا ابني لا، ده سعان بس. هي اللي لقيتها في وشي. يا ابني اهي يا عم، ادي البتاع اللي مضايقك اهي اهي اهي. خلاص يا عم، ولا اي حاجه، ربنا يعلم انتوا في قلبي عاملين ازاي. ولا حاجه، ولا اكرهك انا كل صلاه بدعي لاسرائيل ولستي، لان الاتنين جيل واحد. اه بس اسرائيل شهر كام؟ والله جدتي اكبر يعني، والله العظيم اكبر. يلا نركز في الجلسه بقى، نرجع لموضوعنا، مش عايزين ايه نسرح من بعض. افخاي دلوقتي في 4 ايام هدنه. هتعمل ايه في الهدنه؟ اختك جايه لها عريس. طب حلو، ما كنت تقول من بدري. كنا فرشنا الارض جماجم جنودكم. خلاص ما تزعلش. وافقت على العريس ده طبعا. ليه يا افخاي؟ ليه يومين تفكر؟ يا ابني احنا لما بناخد يومين نفكر على ما نسأل على اصله. انتوا كلكم ولاد مالكوش اصل. هتاخدوا يومين تعملوا فيهم ايه؟ تسألوا على ايه؟ يبقوا اسألوا عليا بقى. يبقى خلي امك تكلمني وخلي اختك تكلمني. خلاص وافق على العريس يا افخاي. لا مش عشان ما يمشوش في الحرام يا افخاي. ما هم حتى لو اتجوزوا هيمشوا في الحرام. يا ابني ما هي الارض نفسها اللي هيمشوا عليها دي حرام. فهم كده كده هيمشوا في الحرام حتى لو ما مشوش في الحرام. فاهم ولا انت ابن فاهم معايا؟ يبقى هنوافق عشان نفرح. خلاص. هيبقى طبعا في شويه مسؤوليات. احنا عندنا الراجل بيجيب الخشب والموبيليا، والست بتجيب المطبخ والاجهزه. انتوا كده كده ما فيكوش راجل، فالست هي اللي هتجيب كل حاجه. وانت اخوها بس مش هينفع تساعدها لان انت مش راجل برضه. فهي اللي هتتحمل مسؤوليه كل ده. يبقى اختك تنزل تشتغل وتصرف على جوازتها. ما تشتغل عادي، انتوا بتخلوهم يحاربوا، مش هتخليها تشتغل. تنزل وتصرف على جوازتها. سامعني كده؟ بص يا فخاي. اه حتى لو الموضوع صعب عليها، لا ممكن بالتقسيط. لا مش على 5 سنين، هي كده كده انتوا باذن الله سنه ومش هتبقوا موجودين اساسا، فتقسط على 6 شهور. خلاص. مبروك يا حبيب قلبي، واي خبر بعد كده يحصل او حاجه تتابع معايا. عفيخاي انت مش. لا ما خلص، ما تحكيليش قصه حياتك عشان انا ورايا بص كام اسرائيلي. ما كلكم مرضى. فلا عشان ما تاخدش من وقت اخوك. ماشي. خلاص يا افخاي، ونتابع على الجلسات عشان انت ما بتتساب لوحدك بتبقى عبيط. يلا لا من غير توفيق. يلا. خلاص بقى، مش عايزك تبقى شايل هم وتكتئب وعشان الادويه والحاجات. يلا فين الابتسامه؟ ايوه ينعل ابو منظرك، يلا غور.